السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بوريك الافران السهل جدا. اول حاجه هنحطها نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واحط كوبايه زبادي او كوبايه لبن رايب او لبن عادي او ميه ايا كان. معايا كوبايه الا ربع زيت، هحط نصها هنا. تمام، واخلي ربعها معايا وهقول لكم ليه. واحط معلقتين صلصه بوريه، هحط 3 معالق سكر. تمام كده، سكر التموين بتاعنا العادي خالص. وهنا نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خميرة. اكتبي ورايا لو انت بتنسي او احتفظي بالفيديو ده. معلقة او حاجة صغيرة خالص من الخل. وهنا انا حاطة لون الزعفران علشان يديني لون اللي هو البوريك الجاهز اللي في الافران. لان احنا برضو ما ننساش ان العين بتاكل قبل البق. هقلب الحاجات دي كويس جدا واخليها تمتزج مع بعض جدا زي ما انت شايفاها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي اول ما تدخل القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. اللهم صل على سيدنا محمد. نكمل بقى. هبتدي ان انا اجيب الدقيق بتاعي. النهارده انا معايا كيلو دقيق، مش هحطه كله. هبتدي ان انا احط حاجه بسيطه بسيطه لحد ما احس ان قوام العجينه كويس. بس لان كل دقيق له خصائص غير التاني. في دقيق بيشرب سوائل كتير، وفي دقيق لا. فانا مش عايزه ان انا اقول لك حطي كيلو مره واحده، ما يكونش مظبوط. انت هتعرفي قوام العجينه، بس للاسف وانا بعجن الجزء الفيديو راح. بس انا برضه هوريك القوام ان شاء الله عامل ازاي. عايزه اقول لك ان ربع كوبايه الزيت اللي انا سبتها دي بحطها في اخر حاجه خالص في العجن، عشان تديني نعومه في العجينه شويه. كده انا خلصت عجنت اهو. بس طبعا الجزء راح، انا اسفه معلش. المهم انا عجنت. بص القوام عامل ازاي، حلو، مش يابس قوي ولا سائل قوي، كويس جدا. هسيبها بقى كده بتاع ربع ساعه ترتاح، وارجع لكم ان شاء الله بعد ربع ساعه كده اوريكم شكلها عامل ازاي. وتغطيها طبعا زي ما انت عارفه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو قوامها حلو اهو. خدتها كلها وفردتها بسمك تقريبا سنتي. تمام. وبأي بقى قطاعة حسب الحجم اللي انت عايزاه. بس انا على العموم انا بفضل الحجم ده لانه قريب قوي من الحجم الجاهز. تمام. بصي سمي بسم الله الرحمن الرحيم كده. وكل واحد تعملي تحطي عليها او تقولي عليها اسم من اسماء الله الحسنى. بسم الله، بسم الله، الله اكبر، الحمد لله، سبحان الله، ولا اله الا الله. تمام. خلاص خلصت الكمية كلها، وخدت اللي هي الزوائد دي وعجنتها مع بعض وركنتها عشان ترتاح لوحدها تاني. هنا النهارده انا هحشي هحشي جبنه وزيتون. انت عايزه تحشي جبنه ساده، عايزه تحشي جبنه وبقدونس، زي ما انت عايزه. خلاص كده حسب ما بيحبوا عندك. هبتدي ان انا اخد اللي انا قطعته ده، وابتدي ان انا افرده بايدي كده بالراحه شويه عشان اعرف احط فيه الحشو بتاعه. تمام كده. هعمل بقى الكميه كلها مره واحده علشان لما اجي احط الحشو مره واحده. خلاص كده، سهله جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دايما خلي في بقك الذكر او على لسانك ذكر الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله. نبدأ نقول بسم الله بقى ونحط الحشو. عايزه اقول لك بقى لا تكتري الحشو ولا تقلليه. انك لو كترتيها اللي هياكل هيحس بملوحه من الجبنه طبعا، ولو قللتيه اللي هياكل مش هيحس بطعم الجبنه اساسا. بصي بقى التقفيل ده سهل جدا. مش عارفه القطايف بتاعه رمضان زي قطايف رمضان، سهله كده. هتقفليها من الجنب وتقومي قايماها كده على ظهرها وتبتدي تقفلي تاني وتطمني، وتاخديها كده لفتين 3 على على الرخامه اللي انت شغاله عليها، وهتبقى شكلها كده. وهوريها لك عن قرب برضه. بس معلش انا اسفه عشان انا شغاله بايد واحده وبصور بالايد التانية، فهتلاقيني مش عارفه ان انا آه، اوضح لك. او بس هحاول ان شاء الله اوضح لك باذن الله. خليكي بس معايا كده. بصي اهي، تاخدي الجوزه دي وتتنيها لجوه، والناحيه التانية نفس الكلام، تحطيها لجوه كده وتقفلي كويس. وترجع تاني بعد ما قفلنا الجنبين. هبتدي ان انا اقفل كويس قوي قوي زي ما انت شايفه كده. اطمني ان لو فيها فتحه الجبنه هتخرج منها والموضوع هيبوظ كله. وتاخديها بس لفتين كده صغنطوطين خالص، ويبقى ده شكلها كده جاهز خلاص. خلاص كده هخلص بقى بقيه الكميه كلها، وهاخد بقى الحته الباقي الزوائد اللي انا عجنتها، وابتدي ان انا اعملها تاني اهي. تمام كده. واقطعها نفس التقطيع، لكن الزوائد اللي هتطلع منها مش هينفع ان انا اسيبها تاني بقى. ابتدي ان انا اكورها كور صغيره كده واعملها نفس الشكل. هخلص الكميه كلها واقوم مغطيها بفوطه كويسه، واسيبها واسيبها برضو ترتاح تاني مره. تمام، ترتاح او تختمر
ايا كان. خلاص كده هاجي بقى اعمل بقى المحلول اللي انا ايه هدهن بالوش. صفار بيضه، معلقتين لبن، ونص معلقه خل. تمام كده. بتدهني كده ايه صفين 3، وتقومي حاطه حبه البركه بسرعه عليها عشان تلحق تمسك. كده اقوم عامله ما ايه؟ تقوليش الصاج كله. دي اول حاجه. تاني حاجه، ما تحاوليش ان انت تحطي حبه البركه كتير عشان ما تغمقش لونها. انت بتحطي حاجه بسيطه خالص تديها شكل جميل. وتاني حاجه بتبقى مغذيه. تمام كده. دلوقتي بقى انا مولعه الفرن مسخناه على 100 درجه 180 درجه. دخلناه ما بتقعدش غير تقريبا 10 12 دقيقه، وهتلاقيها زي الفل زي ما انت شايفه كده. بصوا، طريه جدا، لونها حلو قوي قوي قوي، طعمها والله جميل. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. انا مش عارفه هي غاليه ليه، انا بصراحه مش عارفه مغليينها ليه في الافران، مش عارفه. المهم اول ما تطلع وهي سخنه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حاولي تغطيها الاول علشان تطرى، يعني بتاع ما فيش 5 دقايق. هتشيلي غطا من عليها زي ما انت شايفاها كده، وابتدي رصي بقى، وكوبايه شاي. ودي بقى، ودي الاولاد، ودي باباهم، وكلي وفرحي ولادك. حاجه جميله جدا، كفايه الريحه في البيت. بصي طبعا هو كده الاضاءه بس ظلمه، لكن هي درجه السوا حلوه قوي، ودرجه اللون ممتازه جدا. فاهماني؟ فهو والله بجد يعني حقيقي حلو. هحاول ان افتح لكم اهو، وهحاول ان أنا اقرب لك، انا برضو كده بعيده، بس انا ان شاء الله هحاول اقرب لك على قد ما اقدر، لان هي حقيقي يعني مظبوطه جدا. مقاديرها حلوه وسهله وبسيطه ومش محتاجه ومش مكلفه. بصي حلوه جدا 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 والله العظيم. جربي وقولي رايك في كومنت، وما تنسيش وانت خارجه لايك والاشتراك في القناه. ولو في اي كومنت او تركايه عايزه تقوليها عادي، انا بتقبل، مفيش اي مشاكل خالص. اكتبي لي ايه اللي انا نسيته، او ايه اللي انا اعمله اسهل من اللي انا عملته. مفيش اي مشاكل، هنفيد بعض كلنا. خلاص كده. وطبعا مش هقول لكم على الكميه طالعه ازاي، والله العظيم مطلع كميه بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا الصاج ده قد ايه، وفي صاج لسه صغنون كده تاني. هوريكم دلوقتي الكميه كلها على بعضها بعد ما رصيتها. بس حقيقي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب، زي الفل. طبعا الكميه دي غير اللي بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا على قلبهم، غير اللي اتاكلت. فاللي تجرب تقولي، ويا رب اكون افدتكم ولو بجزء بسيط. ويا رب محدش ينساني بدعوه بظهر الغيب، ان ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. اللهم امين. ويسر لنا حالنا جميعا يا رب، ويديمها نعمه علينا، ويحفظها من الزواهل، ويفرح قلب كل واحده، ويحفظ لها اولادها يا رب. اشوفكم على خير حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.